أسعد الله صباحكم يا الربع يا شباب يا بنات اللي بالبيت يبي قشطة بسرعة. بسكوت أولكر وتمر وإصبع زبدة وحليب نستله وعلبة قشطة. هذا ندوب الزبدة ونحط عليه البسكوت ونحركه يصير مدقوق البسكوت طبعا، ونصير مطلعين التمر العبس من التمر أو النواة من التمر مطلعينه كذا. ندقن البسكوت بالنجر، واللي بالبر ما ابوه نجر بعلبة قشطة ولا بعلبة جبن ولا بعلبة الحليب حطه بكيس ودقه إذا صرت بالبر كذا. دقناه ونحركه مع الزبدة. حركنا البسكوت مع الزبدة شوي نحط التمر. طبعا يا الربع أي تمر، لو تمر مضمود أي تمر حطه، مو بلازم التمر ذا وتطلع العبس. لا إله إلا الله. اذكر والله الربع ونقصر الغاز بقوة عشان ما يحرق، ونحرك التمر والبسكوت سوا ثم نحط عليه القشطة. طبعا حركنا يمكن يجي 10 دقائق أو أقل، نحط القشطة ونحرك. طبعا قشطة التاج، قشطة المراعي، أي قشطة حطه إلا الجبن اللي أنت بتحطه. هذا ما شاء الله تبارك الله ضبط. الحين نبي نحطه بصحن نحط عليه مكسرات، نبي نحط عليه النستله. شوف ما شاء الله صار ما يحتاج. حطينا بصحن نبي نحط عليه مكسرات لين غدي. ما شاء الله تبارك الله يضبط. ما شاء الله ما شاء الله لا اله الا الله ما شاء الله. حطينا النستل هو على الغاز يبس ينشف تراه، لكن لا تحطون النستل الا عقب، خلوه وكلوه على طول لا تقعدونه. القشط سهل بالحيل بالحيل. بسكوت أولكر وحليب نستله وقشطة ومكسرات بالبر بالبيت بأي مكان تقدر تزينه، والطحن بيدك. والله يعطيكم العافية واجعله بالعافية، وشكرا لكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ومع السلامة.